اليوم عز الدين أناحي ما ربحش غير جائزة رجل المباراة، ربح قلوب الجماهير كاملين. ولكن واش عارف شنو خلاه يكون اليوم أفضل لاعب فوق أرضية الميدان؟ خليكم معايا وغنرجعوا للأسباب اللي خلات أناحي يقدم واحدة من أحسن المباريات ديالو. أناحي اليوم كان رجل المباراة بدون نقاش. أناحي كان العنصر الحاسم وماركش بيوت وأهل المغرب الربع النهائي كأس العالم. داكشي علاش استحق جائزة أفضل لاعب. أناحي اليوم ما كانش كيلعب غير كلاعب وسط فقط، كان كيتحرك بكل حرية فوق أرضية الملعب. مرة كتلقاه بين الخطوط، مرة داخل منطقة الجزاء، ومرة كيبني الهجمة من اللور. هاد التحركات الذكية كانت كتخلي الدفاع المنتخب الكندي موضع، وكل مرة كيخلق واحد المساحة جديدة لنفسه وصحابه. وهذا الشيء اللي خلاه يكون هو اليوم الأخطر فوق أرضية الميدان. الهدف الأول ديالو التمركز عنده كان مثالي حتى منطقة الجزاء، واستغل التمريرة الثابتة ديال أشرف حكيمي وتيرا واحد الكرة اللي مشات ديريكت للبوطو والله يعطيه الصحة عليها. أما الهدف الثاني ديالو بان فيه الهدوء وقدام البوطو، دخل في الوقت المناسب لمنطقة الجزاء، عطاه إبراهيم دياز باس مزيان وماركا بواحد الثقة كبيرة. واللي ما كيبانش في الإحصائيات هو الخدمة اللي دارها أناحي بلا كرة. كان أول واحد كيبدا الضغط وما كانش كيخلي اللاعبين الكنديين ياخدوا راحتهم في البناء ديال الهجمة. كل مرة كيربح الكرة وكيجبر الخصم بأنه يرتكب خطأ. المغرب كان كيتحول من الدفاع للهجوم في واحد اللحظات اللي سريعة، وأناحي كان الشرارة الأولى ديال هذا التحول هذا. أناحي اليوم كان هو المايسترو ديال المنتخب، كل كرة كانت كتوصل عنده كان كيعرف بالضبط شنو خصو يدير. إلا لقى المساحة كيسرع الريتم وكيضرب الدفاع ديال المنتخب الكندي، ولا احتاج الفريق أنه يهدئ اللعب كان كيحتفظ بالكرة بواحد الثقة حتى كيرجع التنظيم. هاد الذكاء في قراءة المباراة خلاه المغرب ديما متحكم في الإيقاع، وكأن أناحي هو اللي كيسير الماتش من وسط الميدان. أناحي اليوم لعب واحدة من أفضل المباريات ديالو مع المنتخب الوطني. ما كانش غير هداف، ولكن كان العقل اللي كيربط الدفاع بالهجوم، واستغل التغييرات التكتيكية للمدرب أفضل طريقة. وهذا الشيء اللي ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب الوطني إلى ربع النهائي كأس العالم. تشاو، نشوفكم في فيديو جديد.